السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم سيدي محمد. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم تحلية البرتقال، التحلية اللي راها دايرة ضجة في المواقع. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تنال الاعجاب ديالكم. هاد الوصفة كما تعرفوا راه دوكا الموسم تاع البرتقال راه كاين، وتانيك في رمضان ان شاء الله راح تكون الفاكهة تاع هذاك الموسم. يعني راح ديروا بها حالة، وهاد التحلية بنينة وتوجد بالخف. هنايا في كاسرونة راح نديروا 2 كيسان تاع الحليب، وراح نضيفوا عليهم 2 مغرفات كبار تاع مايزينا أو النشاء. راح نضيفوا عليهم كذلك 2 مغرفات كبار تاع الفلو. الفلو هنا تاع الفاني، إلا ما كانش عندكم الفلو تاع الفاني تقدروا تعوضوا بالفلو تاع البنان. هنايا راح نديروا كذلك لاغوم تاع البرتقال، ونخلطوا المكونات بارد في بارد حتى الخليط يولي متجانس. من بعد نديروه فوق النار ونقعدوا نخلطوه حتى الخليط ديالنا يعقد. هنايا قبل هذيك المرحلة لازم هنايا في الكؤوس تاعنا او لي فيغين تكونوا درتوا اي نوعية تاع البسكويت تكونوا نتوما تفضلوها. انا هنايا درت بيمو، وانتوما لكم الاختيار، يعني اي نوعية تاع البسكويت ديروها. دائما نقول لكم البسكويت لازم يكون يعني نوعية المليحة والبنينة باش التحليات نتاعكم يجوكم بنان. هنايا قسمته هكا شويه شويه وضفت عليه الحليب، وانتم تحبوا اما تضيفوا عليه هكا ديروه كاطو وديروا عليه الحليب يكون دافي، اما تقبطوا الحبه تاع الكاطو ديروها في الحليب وتحطوها في لي فيغين ديالكم، لكم الاختيار. انا هنايا نفضل هذه الطريقه، يعني تجيني سهله ومنقعدش نخدم زعما ندخل الكاطو في الحليب ونحطه. من بعد هنايا كانت هذيك الكريمه نتاعي خدمتها وكانت واجدة. هنا شوفوا لي القوام ديالها بدا يعقد شوية. ديريكتومون ديروها فوق هادوك فوق هداك الكاطو وسويو لها السطح ديالها. هنايا لكم الاختيار، اما تحبوا تعمروا الكؤوس تاعكم حتى للفوق، اما ديروا هاد الطبقه يعني ما تعمروهش مليح وعاود زيدوا الطبقه تاع البسكوي، عاود ديروا الخليط ديال تاع هاد التحليه. لكم الاختيار. انا هنايا درت الخليط الاول، عاود من بعد زدت هنايا عليه البسكوي، وعاود درت الخليط اللي خدمته معاكم. هنايا لازم كي ديروا هذاك الخليط المرة الثانية لازم تكون يدكم خفيفة، سينو راح يعقد لكم كما أنا عقد لي شوية. انتم إلى عقد لكم تحبوا تضربوه بالباتوغ لكم الاختيار، يعني راح يجي معكم خفيف. أنا هنايا خليته يعني شوية برد، يعني بدا يحكم روحه. وهنايا بعد ما درت كامل هذيك الكؤوس جيت لهنا في كاسرونة درت كاس تاع عصير البرتقال. راح نضيف عليه مغرفة كبيرة تاع النشا. أنا هنايا ضفت 2 مغارف كبار تاع 2 مغارف صغار تاع النشا، ما يعادل يعني مغرفة كبيرة تاع النشا، مي ما صورتش معاكم. وضفت مغرفة كبيرة تاع السكر، ونخلط المكونات بارد في بارد مع بعضياتهم حتى الخليط يولي متجانس. من بعد نديروهم فوق النار، وكذلك نسيت باش نقول لكم نزيدوا له حتى شويه لاغوم تاع البرتقال. وكذلك كتتبيره، اللي ما عندهاش لاغوم تاع البرتقال تقدر دير قشور البرتقال وتخلطه يعني معاه، راح يعطيه طعم. ومن بعد كي تجي دير فوق التحليه تصفي هاد الخليط. وهنايا درتو كطبقه اخيره، راح يجي بزاف بنين ويعطي له شكل راقي. وهنايا لازم تكون هكا حتى شوية يعني سخون ديروه كطبقة أخيرة، باسكو كي يبرد راح يجمد شوية معاكم. تحبوه يقعد لكم سائل نقصوا شوية الكمية تاع مايزينا. وهنايا في الأخير بعد ما برد زينته أنا هنايا بشرائح من البرتقال، وانتم لكم الاختيار. وكان هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما بردت. جات تشهي شهيتكم في الجنة. نتمنىكم كامل تجربوها، واي وحده فيكم تجرب كاش وصفات تبعت لي في الانستغرام ولا تخلي لي الراي ديالها هنايا في القناه. وحبيت نشكر كامل الاخوات اللي راهم يجربوا الوصفات نتاعي ويبعثوا لي ويقولوا لي صدقتنا. ان شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش تخليوا لي جيم وكذلك تعليق. ودوكا ما بقى لي غير نقول لكم نضرب لكم موعدا قريب ان شاء الله. مع السلامه.